السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نبارطاجي معكم اخر حلويات العيد. هذا الفيديو غادي يكون هو ختامها مسك، ختامها حلويات بدون فرن. دائما كيكونوا هاد الحلويات مميزين، كيكونوا زوينين وساهلين في التحضير. غادي نبارطاجيهم معكم بمذاقات مختلفة تماما، جو اكثر من رائعين، ساهلين في التحضير كنتمنى يعجبكم تبارطاجيوهم مع الاحباب والاصدقاء. نبداو على بركه الله في الطريقه ومقادير اللي غادي نحتاجو فيها. واللي باقي مازال ما شافتش فيديو الصابلي اللي حطيته لكم عاد دابا، يلا غادي نحط لكم جوج فيديوهات متابعين. كنتمنى تشوفوه لان فريمون كيستحق المشاهده. صابلي اللي ساهل ناجح من اول تجربه، ومذاقاته هو فيه مختلفين. معجين واحد كنخرجوا عده اشكال. اول حاجه اخواتي، هنا عندي نص كيلو ديال اللوز اللي حمرته وطحنته مزيان. زدت عليه 250 غرام نتاع بسكوي، اي بسكوي عندكم كتفضلوه. انا استعملت هنا بسكوي ماريا. كنطحنوهم مزيان وكنخلطوهم. ومن بعد اخواتي غادي نزيد لهم تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال العسل باش هكا يجيو مرملين. وغادي نبسوهم مزيان بحال ملي كنديروا الحرشه هكا، ندخلوا فيها ديك العسل. ومن بعد غادي نقسموها الى قسمين، الى 4 اقسام هكا، باش نخرجوا منها اشكال مختلفه ومذاقات مختلفه. هاد الطريقه صراحه سهله ودغيا كنكملوا يعني كاع المكونات. فالجزء الاول اولا الحلوه الاولى ضفت لها هكا اللوز اللي محمر ومهرمش، اللي غادي نديرها على شكل وريضات. وهنا خديت الشوكولا، درتها هكا في واحد البلاستيك، والشوكولا البيضاء غادي اختاريت هاد الليمون اللي كيجيو هكا على شكل وريضات. وغادي نبدي ندير خطوط عشوائيه في ليمون نتاع السيليكون كما راه موضح في الفيديو. ومن بعد غادي نضيف شوكولا نواغ بيغ، هنا استعملت لا مارك تاع كولغيت. صافي اخواتي غادي نبقى هكا، غادي غير عشوائيه كيما بغيتو. فضلتوا انكم تبديو شوكولا نواغ عاد ديروا شوكولا البيضاء، بغيتو ديروا كيفي انا البيضاء عاد نواغ، المهم كيبقى اختياري، والتزيين كيبقى اختياري. من الاشكال تقدروا ما تستعملوش كاع ليمون، فداكشي اللي عندكم خدموا به وصافي. وغادي نخليوهم هكا يبردوا. من بعد غادي نمشي نكمل على ديك الحشوه اللي غادي نعمر بها. المهم هنايا درت شوكولا البيضاء، درتها في بان ماري. ومن بعد غادي نكبها. بالنسبه للشوكولا البيضاء اخواتي، فغادي ندير واحد الكميه تقريبا تاع 100 غرام، ما بغيتش نكثر باش ما تجينيش غير الشوكولا. بغيت انا داك البسكوي والقوقه واللوز هو اللي يكون مغلب على الشوكولا بغيتها غير باش تجمد لي الحلوه. صافي، وهنا كناخذها وهي سخونه. اون فوا غادي تبرد لكم خليوها، عاود دخلوها ديروها فوق البوطه. المهم انا دايره هنا الماء سخون باش هكا ما تجمدليش. وصافي كنبقى هكا غاديه كاملين حتى نعمر كاع الحبات اللي، وصافي كندخلوها تبرد حتى تجمد مزيان. انا هنا استعملت شوكولا ديال اللي كتباع عند العرب. المهم هنا من بعد ما اخواتي خرجت، شوفوا كيفاش كتجي، صراحه كتجي زوينه. يعني راه دوك الخطوط نتاع الشوكولا والشوكولا البيضاء والشوكولا الاسود صراحه كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين. هنا اخواتي شكل تاني ضفت شويه التمر، وضفت هذيك البيغ دو كاكاوات، وضفت نسلي. وهكا صافي باش تجمع ليه. صراحه هذه كتجي زوينه، هذه غادي نديرها على شكل ساقيه، كتجي زوينه في المذاق. تقريبا هذه نفس الطريقه اللي كنخدموا بها الحلوه الرخاميه. صافي هنا ديت شويه نتاع الجليكوز والناباج، خلطتهم غير شويه ودرتهم فوق البوطه باش يطلقوا لي، باش هكا داك السمسم الابيض اولا الجنجان الابيض يلصق لي. اخواتي تقدروا ديروا اي مكسرات غير صهدوهم شويه، قليوهم شويه. اما الجنجان الابيض فما كيتقلاش، كيبقى هكا صافي. وغادي نحطهم هكا في بلاطو اللي غادي يدخل لي حتى هو للثلاجه. هنا خديت واحد السكين ودرت هكا واحد بحال شكل ساقيه باش نحط فيها الشوكولا، ومن الجناب خليوها طالعه باش ما تزلع لكم الشوكولا. صافي غادي ندير نفس الشيء للحربه الثاني. وهنا خديت الشوكولا درت هكا فواحد الجيب الحلواني وصافي، وبقيت هكا تقدروا ديروا شوكولا بيضاء عاد نوار. انا درت العكس، درت النوار عاد البيضاء. صافي ودرتها على شكل هكا زخرفه هكا، يعني عادي واضح الفيديو. هنايا دخلتها للثلاجه غير شويه، شدت راس هذيك الشوكولا بديت نقطعها باش ما تهرسناش من بعد. واللي بغات تخليها غير هكا في الكوزينه ومن بعد تقطعها. يعني راه انا غير باش في الساعه نسالي وصافي ونكمل لكم ونحط لكم الفيديو. حاولت نديرها في الثلاجه تبرد شويه تشد راسها باش تجيني سهله. اما الشكل الثالث، هنا اخواتي كان عندي هذا نسلي كراميل بنكهه الكافي، وزدت عليه نسلي نورمال. ومن بعد غادي نضيف عليه واحد 2 معالق كبار تاع الكوك،
وصافي وغادي نجمع. هنايا خديت هاد المول هكا اللي جاي طويل، حتى هو درت فيه الشوكولا نوار بور، درت واحد الكميه نتاع الشوكولا في الاول وغادي نخليها تبرد شويه. فوالا كنبقاوها كنضربوها مع سطح العمل حتى تشد بلاصتها. من بعد هنا كان عندي نسلي كراميل درتو هكا في الوسط، ومن بعد اخواتي غادي نضيف هذاك الخليط نتاع اللي خلطناه بنسلي كراميل بنكهه القهوه ونسلي نورمال والكوك والكاوكاو والبسكوي. صراحه كيعطي واحد لو رائع، كيعطي واحد الخليط مزيج ما بين نسلي كراميل لو نتاع القهوه. وهنايا صافي ضفت هاد الشوكولا. غير هنا اخواتي بالنسبه لكم نتوما ما تعمروش بزاف، انا صراحه عمرتهم. الوغ جاتني الشوكولا هكا بحال شويه مقبه مي صافا، يعني من قلعتها شوفوا كيفاش جات مزيانه، جات زوينه. فوالا الشكل ديالها كيفاش كيجي. وصافي غادي نحطها في بلاطو حتى من بعد نكملهم التزيين في مره. صافي كنبقى غاديه هكا حتى نكمل الشكل الرابع على ما اظن. هنايا خديت هاد الليمون اللي هكا حتى هو مدور، درت هنا شوكولا اولي. هنا اخواتي الكميه اللي عند نفس الكميه اللي كنت درتها زدت لها الكركاع، زدت لها معلقه نتاع الكاكاو والمر، وزدت لها واحد 2 معالق كبار نتاع شوكولا الدهن. صافي وغادي نبقى هكا نديرها على شكل دوائر. هنا صراحه الا كان عندكم الوقت قرصوها هكا وطبعوها بشي طابع اللي يكون قد هاد المول وحطوها كتجيكم احسن. انا صراحه خدمتها هكا ديريكت. شويه عذبتني ولكن ما كانش عندي الوقت بزاف، كان اوبليجي عليا خصني نكمل باش نحط لكم الفيديو. وصافي اخواتي هنا غادي نولي نحط هذيك الشوكولا اولي. وصراحه باستخدام هاد الجيب الحلواني مع الشوكولا كتكون احسن، يعني الطريقه كتجيكم سهله على انكم ديروا بالمعلقه. وصافي هادو هما الاشكال اللي حضرتهم اخواتي. درت بالنسبه لذاك الشكل تاع الورده زدت له شويه نسلي كراميل وزدت هكا دوك الحبيبات من الشوكولا من الفوق. بالنسبه لهاد الدائري درت لهم واحد لو فرامبواز، هذاك لو كولي دي فرامبواز. ومن بعد درت هكا ورق الذهب، ومن بعد درت واحد الخطوط من الشوكولا باش يخرج لنا داك اللون الاسود. وهادوك اللي اخواتي راه مدورين مكورين وفي كويعطات. صراحه بقات لي كل حاجه بقى لي منها شويه شويه، خلطتهم كاملين ودرت لهم هذا راه الكولين تاع الفرامبواز مع هكا خطوط بالشوكولا، ودرت هذاك ورق الذهب. هذه تاع الساخيه حتى هي جات هكا، وهادو عاوتاني كثرت لهم شويه شوكولا. المهم كتبقاو غير داك التزيين كيبقى نتوما ديروا بداك الشيء اللي عندكم. اما بالنسبه لهادو اللي مكورين في كويعطات وراه فوقهم خطوط من الشوكولا اخواتي، هذاك كاع ما تبقى لي من هاد يعني من اللوز الكركاع كاع جمعتو هكا قاوقاو والبسكوي وخلطت جمعتهم شوكولا الدهن اولا ديك المهم بحال نوتيلا، وكورتهم ودرتهم في الشوكولا خلطتها مع اللوز، جات بحال شكل فيريرو روشي تماما. هذا الشكل اللي راه يبان لكم هنا اللي ما شاركتوش معكم حيت ساهل. وصراحه كان سالالي لا شارج وما قدرتش نبقى نستنى يعني باش يتشارجا لي التليفون ونصور معاكم. فساهل يعني هذاك راه كاع اللوز بيستاش الكركاع البسكوي خلطتهم كاملين درتهم على شكل كرايات غطستهم في الشوكولا اللي كان ديجا مخلط فيها اللوز باش هكا يعطيني ديك القرمشه ويعطي واحد لوغو اللي زوين. بعد درت عليها خطوط تاع الشوكولا البيضاء. وصافي كانوا هادو هما الحلويات اللي حضرتهم لهذا العيد تاع 2023. كنتمنى هذا العيد يدخل عليكم بالصحه والهنا وعيد مبارك سعيد، والى اللقاء الى فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.